يا مساء الفل عليكم. وانا قاعده كده افتكرت موقف حصل معايا زمان، فقلت والله لا اطلع احكيه لكم. انا اتنصب عليا. ايوه، زي ما بقول لكم كده اتنصب عليا. مش عشان انا ست غبيه لا، عشان احنا كستات برضو العاطفه عندنا بتسبق العقل شويه. الكلام ده كان سنه 2011. تمام، 2011. كان جوزي شغال في مكان في محافظه ما في الصعيد، والشغل بتاعه طول، يعني قعد سنين كتير هناك. فخدني انا وابني، كان لسه معايا ابني الكبير ده، كان لسه بيبي عمره سنة، وسافرت معاه. المهم كنا قاعدين هناك في برج. البرج ده كان فيه سيكيورتي اللي هو الامن ده ما كانش بيتحرك من على الابواب. تمام. وفي حراس العقار، كام حارس اللي هم بالبلدي بواب. تمام، ففي اكتر من حد. فانا طبعا كنت ايه، عشان كان معايا بيبي على ايدي، والمكان هناك ما كنتش طبعا اعرف اروح اتحرك كتير يعني بالبيبي اللي على ايدي وجوزي في الشغل وكده. فكان ايه يعني السكيورتي هناك، الامن مسؤول عن ان هو يقعد على الباب، لكن البواب كان مسؤول عن الطلبات بتاعه العماره. يطلع يجيب الطلبات لاي شقه تطلبه او حاجه. فكنت برن بالموبايل عليه يطلع لي، اقول له عايزه كذا كذا كذا، يجيب لي كل حاجتي ويجي. فالمهم لما كنت ببعت انا البواب امتنانا ليه يعني، كان الباقي من الفلوس كتير قليل كنت بسيبها، اللي هو خلاص يعني انا عامله حسابي الحاجات دي للطلبات، فلا يتوفر منها حاجه خلاص انت. فجوزي، كنت بحكي طبعا لجوزي، قال لي لا ما تعمليش كده عشان الناس ما تطمعش فيكي وفي ناس ممكن تفكر ان انتي مش بتعملي كده امتنان، يعني اللي هو ايه، ممكن تفكر بقى لان هنا الناس هنا دي شغلتها، يعني هم بيقبضوا مرتب عشان هم بيعملوا ده. فبقيت اقول له لا دي صدقه وحاجه كده لله ومش عارف ايه. ما اقتنعتش برضه. عشان ايه؟ عشان انا مقاوحه، ده اساسي. المهم جه حد من البوابين، طلع لي في يوم، لقيته طالع وشه زعلان قوي وكده، جاب لي الطلبات مش عارف ايه، وفي الاخر لقيته ايه، ممكن يا مدام اكلمك في حاجه؟ قلت له اتفضل كان خير. فقال لي اصل انا مراتي وتعبانه ومحتاجه تدخل تعمل عمليه ومش عارف ايه وكده. قلت له يا خبر، لا الف سلامه. قال لي فانا كنت محتاج من حضرتك 200 300 جنيه. فقلت له طب بص انا مش عارفه بصراحه، انا يعني انا دي مش فلوسي، فاللي هو ايه، طب يعني جوزي لما يرجع من الشغل انا هقول له وهشوف لو كده يعني لو مسموح هكلمك اقول لك اطلع خده. فاجي جوزي، تمام، فقلت له، فراح باصص لي كده قال لي ايه ده ايه ده ايه ده، انتي قديمه يعني، بلاش عبط وكده، الفلوس دي مش هترجع، ومفيش عمليه ولا الكلام ده. قلت له لا ازاي يعني، ده راجل هنا في قلب البرج وبقاله معانا فتره كبيره وكده، فاللي هو لا اساسي يعني هيجيب الفلوس يعني. ده هو قال لي بس عشان عمليه مراته، بعد كده هيلم يعني هيحاول يظبط الدنيا ويرجع الفلوس. قال لي طب خلاص ماشي، عامه انا مش هعارضك، بس عشان تتعلمي من الدرس. للاسف جوزي كان عارف الابعاد فين. انا ايه، لا اللي هو انا بنعمل لله يعني. ورحت ايه، مديه الراجل 200 جنيه. انا بتكلم في سنه 2011، ال 200 جنيه دول كانوا يعملوا طبخ حرفيا، يعني يعملوا غدا لثلاث اربع افراد. يعني كان كيلو البط اياميها ب 35 جنيه، يعني البطه 3 كيلو كانت تعمل 105. تمام. فاحنا بنتكلم في 200 جنيه وقتها، دول كانوا مبلغ، مش دلوقتي عشان تعملي بط تصرفي 1000 جنيه. المهم اتصلت على الراجل قلت له اطلع، اديت له الفلوس، تمام، ربنا يبارك لك ربنا يخليكي مش عارف ايه، ان شاء الله مش هاخرهم عليكي ان شاء الله، ما فيش مشكله خالص، وقت ما تقوم بالسلامه ما فيش مشكله. تمام. الراجل يمشي، والضحك بقى هنا ايه، الراجل كبير وجايب ابنه مشغله سكيورتي اصلا في المكان. الراجل يمشي، وعدوا بقى شهر، اتنين، تلاتة، ادور على الراجل ملقاهوش. في ايه، اصله في اجازة شوية، اصله مش عارف ايه، في الاخر ايه ده، في ايه، اصله مشي. مشي ازاي يا جماعة، يعني انتوا بتهزروا. فالمهم كان في حد تاني من البوابين، كان راجل لذيذ كده، فجأة قال لي انت بتسألي عليه ليه؟ قلت له لا بسأل عليه. قال لي هو خد منك فلوس؟ قلت له فلوس اه.
قال لي لا، ده ما خدش منك لوحدي، ده خد من 3/4 الناس اللي في البرج. قلت له ايه؟ قال لي ده لم مبلغ من الناس اللي في البرج ومشي. قلت له يا راجل. قال لي والله. طب وبعدين؟ طب اعمل ايه؟ قال لي ابنه شغال هنا. ربنا يديله الصحه لو كان عايش، وربنا يرحمه لو كان ميت. فقلت له ايه؟ طب تمام، ابنه شغال هنا. قال لي اه. المهم كلمت ابنه بقول له، قال لا دي مش بتاعتي، ابويا خد حاجه انا ماليش دعوه بيها. طب تمام. المهم معظم اللي في البرج كانوا ساكتين. اسكت انا؟ لا ما اسكتش، اعمل فيها زعيمه عصابه. المهم كان في اتحاد ملاك البرج ده، استنى اللي ماسك اتحاد الملاك. اللي ماسك اتحاد الملاك ده وقتها كان رتبه، يعني رتبه في مكان ما، حد يعني كده. فرحت مكلمه الراجل اللي هو قال ان هو اتنصب عليا ده. قلت له بص، اول ما يجي استاذ فلان او كده. قال لي اه. قلت له بلغني بالتليفون، قولي في المكتب تحت. هو الراجل ده بيجي كل فين وفين، بيجي كده يتابع الوصولات والحاجات ومش عارف ايه وكده وسير المكان ويمشي. المهم راح مكلمني قال لي ايه، فلان الفلاني تحت في المكتب. قلت له موجود تحت. قال لي اه. والله العظيم لبست اسدال الصلاه ونزلت له. ما لبستش حتى اسدال الصلاه كده على طول. وكان الولد ابني كان نايم، قفلت عليه الشقه ونزلت في الاسانسير. اصل ما فيش يعني، انا كنت في الثالث وهم في الارض. نزلت له، دخلت له، السلام عليكم. وعليكم السلام، الامر كذا كذا كذا. قال لي حضرتك ده ما حصلش معاكي لوحدك، ده حصل مع اكتر من حد من العماره، بس ده احنا ما فيش في ايدينا حاجه نعملها. قلت له ليه يا فندم حضرتك ما فيش حاجه في ايدك؟ قال لي والله ما حدش ضرب حضرتك على ايديك. قلت له ليه ما حدش ضرب حضرتك؟ هو واحد قابلني في الشارع وقال لي انا عايز حاجه، فانا ساعدته واديتها له عشان كده، وبعد كده جاي اعيط لحضرتك واشتكي لك؟ لا طبعا. حضرتك مشغل ده حارس عقار في المكان، انا عرفته من خلالكم، انا امنته واديت له فلوس عشان هو شغال هنا. هو لو حد طالع لي من مكان انا مش عارفاه ولا عارفه هو شغال فين، انا حضرتك مش هساعده. او حتى لو ساعدته فمش هبقى مستنيه، يعني هو كان طالب الفلوس سلف، ما كانش طالبها بتاع ده. انا بالنسبه لي الفلوس تحت رجلي، بس الحركه نفسها اللي مضايقاني. وطبعا انا كل ده كنت بعمله عشان منظري قدام مين؟ قدام صاحبنا، قدام جوزي اللي كان كل ما يتكلم معايا يقول لي ايه، انتي ترجعي تتعلمي. فانا بقى عايزه اثبت له لا انا قادره اجيب حقي بقى. الراجل ساعتها بجد سمعني وقعد يتكلم معايا. معلش الولاد مش سايبيني في حالي. الراجل ساعتها سمعني وبيتكلم معايا. قلت له لا حضرتك يا فندم انا شايفه اني، قال لي انا ما عنديش حل. قلت له لا انا عندي حل حضرتك. فبيقول لي ايه؟ قلت له حضرتك ابنه شغال هنا، وابنه ده شاب يعني عايش معاه. قال لي اه. قلت له لا حضرتك اخصم كل الفلوس اللي يعني كل الفلوس بتاعت سكان المكان، اخصمهم من مرتب ابنه وهو يصطفي هو ابنه. فالراجل بص لي كده اللي هو ايه، انت ايه يعني الفكره، تحس ان هي ما جاتش على باله اصلا. قلت له احنا ناخد حقوقنا، انا مش مسؤوله ان انا النهارده ادي فلوس لواحد على انه هيرجعها سلف. تمام. وانا المفروض ان انا في مكان محترم وساكنه في برج محترم، تمام، والناس كلها اللي حوالينا معروفين، وعشان في الاخر حضرتك ده يحصل معايا عشان واحد يطلع ينصب عليا من على باب شقتي. والمفروض ان حضرتك اصلا مشغله في المكان، حضرتك بتشغل نصابين، دي حاجه مش بتاعتنا. واحتديت بقى في الكلام كده. فالراجل راح باصص لي قال لي ايه، خلاص يا مدام عامه ما فيش مشكله خالص، واحنا ما بنشغلش نصابين. الراجل بقى اتضايق من الكلام، احنا ما بنشغلش نصابين، تمام، واحنا هنعمل اللازم ومش عارف ايه وكده. قلت له طب تمام. وحدث بالفعل. بعديها بالظبط باسبوع لقيت الراجل ابن الراجل طالع لي وبيقول لي حضرتك انا مع اول قبض هديكي ال 200 جنيه. قلت له لا انا مش عايزاها منك، انت تديها لرئيس اتحاد الملاك وانا اخدها منه. فراح باصص لي كده. قلت له اه يعني انا بقى فكري كلها وقتها ان هو ايه، طب ما هو ممكن مثلا يديني الفلوس وانا اخدها منه، بعد كده يقول لك انا ما يعني هي ما خدت الفلوس مثلا مني، يعني يعمل لي حوار. انا خفت بقى من كده. بس فانا خفت من كده ان هو مثلا يديني فلوس فانا اخدها منه فيرجع يقول لك مثلا اديتها اكتر، اديتها مش عارف ايه. فاللي هو لا. قلت له حضرتك سلم الفلوس لاتحاد الملاك وانا هاخدها. قال لي تمام. طبعا جوزي بقى طبعا شمت فيا جدا. اول ما بقول له بحكي له بقول له حصل كذا كذا النهارده وانا نزلت وقابلت كذا ومش عارف ايه، لقيته بيقول لي انا قلت لك من الاول انت ما سمعتيش الكلام. قلت له لا انا مش هسيب حقي وهرجع الفلوس. قعد يقول لي مش هترجع الفلوس. قلت له والله هجيبها، هرجعها، حقي وهجيبه.
قال لي خلاص براحتك، عامه انا كده كده خلاص، انا بالنسبه لي خلاص يعني خرجت من ذمتي، لو رجعتيها حلال عليكي. بالفعل رئيس اتحاد الملاك جاب لي الفلوس. تمام. لا، ومش جاب لي الفلوس بقى، مش انا اسكت بقى كده واتهد اللي هو خلاص انا خدت، لا. ما بيكلمني قلت له فلوس باقي السكان حضرتك المفروض ياخدوها. ورحت مكلمه مين؟ رحت مكلمه البواب اللي هو جه قال لي على موضوع ان هو ايه ده خد من كذا حد في العماره وكده. قلت له قول لهم انت كده، هو كده كده بيطلع الشقه كلها. قلت له قول لهم ان الشقه الفلانيه نزلت لرئيس اتحاد الملاك ورجع لها الفلوس، وهي عملت كذا. بس كده، اللي هو يعني مش حقي بس، ده حقي وحق الناس. وبعد فتره افوجئ الراجل ده يرجع الشغل تاني، وراجع بقى عايزه اقول لكم ولا كاني حاجه حصلت، ورجع بقى وبيجيب طلبات ومش عارف ايه والدنيا جميله. بس انا بصراحه من الوقت ده اتعلمت بقى خلاص اللي هو ايه، لا ما يعني للاسف في ناس لما بتتساهل معاهم ده بيؤدي لحته مش كويسه، يعني اللي هو خلاص انت هبل بقى فهيضحك عليك. بس فانا قلت اطلع احكي لكم تجربتي لعل وعسى حد يستفيد. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه فضلا وليس امر. مع السلامه.